السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، احنا خلصنا مع بعض سلسلة فن الكونكريت، وهي على فكرة كافية جدا، فيها الأساسيات اللي تخليكوا فعلا تصنعوا أول قطعة ليكوا في الكونكريت. تمام، وتكون إن شاء الله قطعة خالية من العيوب. احنا دلوقتي هنبدأ في سلسلة جديدة زي ما وعدتكوا، اللي هي سلسلة فن الشموع. تمام، اهي اللي أنا وعدتكوا بيها. تمام، هناخد الأدوات والخامات وازاي نعمل باكج كاملة بشكل عملي. تمام، وازاي برضو نعمله كمشروع لينا. تمام، طيب دلوقتي الباكج دي اللي احنا هنتعلمها، احنا هنعمل حاجة اسمها شموع الفندق. شموع الفندق دي بتكون معاها قطعة فواحة فخار، وبيكون معاها التي لايت. تمام، وبيكون هنا قطعة الفندق اللي احنا هنتعلمها المعطرة، اللي بتخلي المكان فواح. الباكج دي قيمة جدا. الباكج دي في ناس يعني متخصصة بس ان هي بتعمل المشروع بتاعها ان هي تعمل باكج الفندق دي وتنوع فيها. تمام، وتعمل افكار كرياتيف فيها. فدي تقدروا ان انتوا فعلا تبدأوا بيها كمشروع، وتقدروا ان انتوا تجربوا في الشموع للناس اللي هي بتبقى خايفة ان هي تدخل كورس وبعد كده ما يعجبهاش الموضوع، او تحس ان الموضوع ان الموضوع بالنسبة لها مش هو ده المرضي ليها، او تخاف تجيب خامات وبعد ما تجيب خامات تلاقي نفسها ان هي مش عايزة تعمل ده في الاخر يعني. تمام، فدي ان شاء الله هتبقى كافية ان انتوا تجربوا، واللي عايز يبدأ مشروع بجد هيبدأ مشروع بكل سهولة من المنتج ده. المنتج ده عبارة عن زي ما قلنا الفواحة الفخار وشمعة التي لايت، وهقول لكم طبعا نستخدمها ازاي في اخر الكورس المجاني ده، شموع الفندق. دي من اكتر الباكج، دي من اكتر الباكج كانت مبيعا عندي، لان هي تنفع في اماكن واسعة زي الصالة مثلا عندكم والريسبشن، بتغطي اماكن يعني حلوة، مساحات حلوة، وبتخلي المكان فعلا معطر لساعات وساعات. تمام، طبعا لو انتوا جايبين خامات كويسة، خدوا بالكم خامات موثوق منها. هحط لكم طبعا لينك جروب الخامات، وهحط لكم برضو الناس اللي بتبيع الفواحات دي اللينك بتاعها والتي لايت، علشان دي مش هتلاقوها في جروب الخامات عندنا، بس هتلاقوها في مكان تاني. فما تقلقوش خالص من ناحية الخامات ان شاء الله تعالى. احنا يعني هوفر لكم كل حاجة، هحط لكم كل حاجة، بحيث ان انتوا ان شاء الله الكورس المجاني ده تكونوا بعون الله مش محتاجين ان انتوا تسألوا حاجة. انتوا هيبقى معاكم العملي، وهيبقى معاكم تجيبوا الخامات منين، ومش هتحتاجوا حاجة غير ان انتوا فعلا تطبقوا. سلسلة فن الشموع هتكون إن شاء الله تعالى عبارة عن سلسلة فيديوهات عملية زي الكونكريت بالظبط قدام الكاميرا. استنوا بقى الفيديو الجاي إن شاء الله، هنشرح الأدوات، ونمشي زي ما اتفقنا زي فن الكونكريت كده، الأدوات وبعدين الخامات وبعدين العملي وبعدين ازاي نعمله كمشروع، وبعدين الناس اللي هي عايزة PDF بتكتب لي PDF، وببعت لها كمان الPDF عشان يبقى معاها الفيديوهات، ويبقى معاها ان شاء الله كمان تعالى الPDF، يعني يبقى معاها المعلومات الكتابية والطريقة عملي في الفيديوهات ان شاء الله تعالى. فتابعونا علشان ان شاء الله اللي عايز يبدأ مشروع، والله بجد السلسلة دي قيمة جدا، سواء اللي هي فن الكونكريت القديمة اللي هي السابقة يعني، او الجديدة بقى اللي هي اللي هي الحالية اللي هي سلسلة فن الشموع.